احنا هنتكلم عن شويه فنانين يعتبروا هم الاسوأ لسنه 24، وبجد لازم يتعلموا التمثيل لانهم يا هيقضوا على الفن يا هيقضوا علينا احنا شخصيا. انا مش هتعصب، هحكي لك. والآن الايدك مش عجباني ابدا. اول حد معانا وهي الفنانه هدى التريبي في شخصيه دينا رفارف في مسلسل العتاوله. انا بس عندي سؤال، هي لما كانت رايحه تقدم للشخصيه دي او لما عايزوا حد يعمل الشخصيه دي كانت ايه المؤهلات اللي تخلي الشخصيه دي تمثل؟ لان كان واضح قوي في المسلسل هم عايزين ايه من الشخصيه، لا اداء تمثيلي ولا غيره، وكأن الشخصيه جايه عشان تثير حاله جدل في شهر رمضان، انما لا هتلاقي منها اداء تمثيلي ولا هتلاقي اي مشهد يبان فيه انها بتعرف تمثل. فبالتالي كان واضح قوي هم قايلين ومعترفين هم جايبينها ليه في مسلسل العتاوله. تاني حد معانا وهو فنان موهوب بجد وهو احمد فتحي. احمد فتحي في مسلسل كوبرا كان يعتبر هو نقطه الضعف الوحيده في المسلسل ده، لان نوع كوميديا احمد فتحي اللي بقى بيقدمها من ساعه ما اشتغل مع محمد سعد تقريبا، والنوع ده ما هو الا نوع سخافه الكوميديا نفسها، بمعنى ان هو بيحاول يضحكك من رخامه الافيهات مش من كوميديته هو. فبكده احمد فتحي ما بقاش يعتبر كوميديان بسبب كميه الادوار السيئه جدا اللي عملها في اخر كام سنه، برغم ان في مسلسل جودر وبشخصيه مسرور يعتبر عمل دور كويس جدا، عرف يضحكك منه وعرف يخوفك من الشخصيه نفسها، الا انه لو رجع يعمل الادوار الكوميدي بتاعت زمان فمش هيعرف خلاص، لان نوعيه الكوميديا اللي كان بيقدمها تقريبا انتهت. فبالله عليك تبعد عن نوع الكوميديا اللي بيبوظ الاعمال الكويسه وبتكون انت نقطه الضعف الوحيده اللي فيها، يا تركز شويه في ادوار مختلفه او تتعلم نوع كوميديا جديد. بعد كده معانا فنانه مثلت في مدارس كبيره قوي في الدراما التلفزيونيه، منها مدرسه نور الشريف وغيره، وهي الفنانه الكبيره سمية الخشاب. ما تفهمش اللي حصل للفنانه سمية الخشاب، يعني احنا لو رجعنا لسنه 2002 و2003 وشفناها مع ادوار مع نور الشريف وغيره مستحيل نقول ان هي سمية الخشاب بتاعت النهارده، وده بسبب اختياراتها للقصص الغريبه جدا اللي بقت بتتقدم في الدراما التلفزيونيه. فلازم من وجهه نظري ان الفنانه الكبيره سمية الخشاب تركز في اختيارات ادوارها، لان المفروض انها تاريخ كبير شارك في يوم من الايام مع نور الشريف في التلفزيون. وللمره المليون هنقول تاني ياسمين صبري. انا مش فاهم ايه المشكله ان احنا نتعلم يعني ايه تمثيل، بعد كده نبقى ابطال حلوين وصورنا تبقى على الكباري عادي في بوسترات، ولكن الاول نتعلم يعني ايه تمثيل. ياسمين صبري مثلت في البدايه عشان فكره البنت اللي شكلها جميل، بعيدا عن انت كنت شايفها جميله او لا، ولكن دي بدايتها اساسا، وهي فكره البنت الجميله اللي بتيجي تعمل حبيبه البطل وفي يوم وليله بتبقى بطله الاعمال خاصه. ولكن المشكله هنا ان الاعمال اللي بتقدمها ما فيهاش اي نوع من انواع الفن، حتى القصه بتبقى ضعيفه. فبالتالي مادام كده ياسمين صبري مكمله معانا بقيه حياتنا، يا ريت تتعلم التمثيل او على الاقل تختار قصص كويسه لاعمالها. والاسم اللي قبل الاخير معانا، لان الاسم الاخير يا رب نستحمله انا وانتو، هيكون علي ربيع. علي ربيع المفروض انه خارج من مسرح مصر ومن نوع كوميديا الناس حبتها، ولكن برغم كده عمره ما اتعلم ازاي يقف قصاد كاميرا. دايما علي ربيع تايه في الكادر، ما تفهمش هو باصص فين. في بعض الاحيان يكون المشهد داير وهو واقف في الكادر باصص في السماء او باصص في الارض، ما تفهمش، تحسه بيقول للحظه هو انا بعمل ايه هنا. علي ربيع حرفيا ما بيعرفش يقف صح في الكادر، فلازم ولو لمره ناخد ورشه تمثيل بس بعد كده نبقى ابطال زي ما احنا عايزين، لان في جمهور كبير بيحب علي ربيع وبيستنى له اعمال. وانا مش ضد علي ربيع، ولكن الفكره كلها ان احنا نعمل اعمال تخلي كل الناس يتفرجوا عليها، مش بس اللي ضحكوا منك من مسرح مصر. اخر اسم معانا وهي الفنانه ريهام حجاج، اللي اخترعت نوع جديد من انواع التمثيل تقريبا، وهو نوع الشخصيات اللاوجوديه، الشخصيه اللي مش هتلاقيها غير في ملامح ريهام حجاج وهي بتمثل الشخصيه الغريبه اللي بتأديها. فبالتالي هتلاقي طريقه نطق تقريبا ما اتسمعتش قبل كده، وبرضه هتلاقي رياكشنات على الوش مفيش بني ادم ممكن يعملها في حياته العاديه مهما كان من هو. ولكن هنرجع تاني ونقول نفس النقطه اللي قلناها قبل كده، الفنانه ريهام حجاج ليها جمهور بيحبها وبيحب يتفرج عليها، فايه المشكله لو اهتمينا بقصه قويه؟ ايه المشكله لما نركز في الشخصيه شويه وفي ابعادها، ازاي بتتكلم وازاي بتمشي وفين حدودها، عشان ما نافورش مع الشخصيه نفسها ونعمل منها شخصيه هزليه. ولكن بما اننا ما بننتجش بفلوسنا فاحنا اكيد ملناش ان احنا نقول اللي يتعمل واللي ما يتعملش، ولكن يكفي ان احنا يكون لنا راي يحسن من الفن اللي بيتقدم نفسه عشان نستمتع بالاعمال وبالفنانين بتوعنا. المهم انتوا قولوا رايكم في الاسماء اللي اتكلمنا عنها، وقولوا لي لو كان في اسماء تانية المفروض تخش القايمه ولا لا، وبدوس على اللايك اللي انت ما بتعبروش ده. مستني رايكم في التعليقات. اشوفكم الفيديو الجاي. والآن الايدك مش عجباني ابدا.